هتلعبوا على المركز الثالث والرابع، وده اللي شفناه من كلمات وحديث وليد الركراكي امبارح داخل الملعب، وهو بيبت فيهم الامل، وهو بيحثهم على انهم ما يفقدوش الامل، يخلي عندهم نفس الاصرار والعزيمه. عارف يعني ايه تكون من ضمن الاربعه الاوائل في العالم؟ عارف يعني ايه يتم عزف النشيد الوطني بتاعك 6 مرات لغايه دلوقتي؟ عارف يعني ايه قبل نهايه المونديال يعني يوصل 4 أو 5 عروض لنجوم المغرب من كبار أندية أوروبا، أبرزهم طبعا سفيان بوفال وسفيان المرابط. شفنا عدد كبير جدا من النجوم اللي تم الحديث عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف في العالم كله. شكرا شكرا من كل قلبنا على المساندة العربية العظيمة اللي شفناها في مدرجات قطر، أمام الشاشات، أمام التلفزيونات، في كل الكافيهات، في كل الأماكن اللي الناس بتتجمع فيها كلها، في كل الأسواق، في المنطقة بتاعت المشجعين. لسه المساندة دي مكملة لحد آخر ماتش، لسه معاهم كلنا قلبا وقالبا على قلب رجل واحد. منتخب المغرب كسب بلجيكا، أحد أهم المرشحين اللي كانوا للقب من الأول كده. منتخب المغرب كان واقف أمام عناد كرواتيا، المنتخب اللي وصل لقبل نهائي المونديال وأطاح بالبرازيل. منتخب المغرب وحلم كان بعيد المنال، ما كنتش أبدا تتخيل إنه يكسب إسبانيا بكل نجومها الشباب اللي في البارسا. منتخب المغرب اللي أخرج البرتغال في وجود رونالدو باكيا من أرض الملعب. منتخب المغرب اللي امبارح هدد فرنسا حرفيا وأجبرها إن هي تتراجع للدفاع في أوقات كتير جدا من المباراة، وكانوا يتمنوا إن المباراة تنتهي. ولكن الحكاية لسه ما انتهتش، لسه ما انتهتش حكاية أجمل قصة مونديالية للعرب. أسود الأطلسي، الأخضر السعودي، نسور قرطاج تونسية ما زالت خطوة أخيرة على المركز الثالث يوم السبت ما بين المغرب وكرواتيا. حدوتة عربية جميلة عشناها مع حضراتكم، وبنأكد وبنقول شكرا شكرا وليد الركراكي، شكرا حكيمي، شكرا زياش، شكرا بوفال، شكرا يحيى عطية، شكرا ياسين بونو، شكرا النصيري، شكرا المرابط، شكرا سايس. عمرنا ما هننساكم، عمرنا ما هننسى الملحمة الأسطورية دي، عمرنا ما هننسى اسم لاعب اجتهد وحصد نتيجة تعبه. مفيش إنسان أبدا بيتعب وبيجتهد في لعبة كرة القدم. صحيح كنت بقول لكم امبارح إنها في بعض الأحيان بتكون ظلمة وقاسية وصعبة في بعض الأحيان، ولكن انسى إن إنسان يجتهد ولاعب يقدر إن هو يقدم ويبذل أقصى جهد وعرق وتعب عنده ومنظومة صحيحة منذ البداية واستعداد جيد على أكمل وجه، وفي الآخر تقول إن الناس دي مش هتحصد نجاحها. حصدوا نجاحهم وشرفوا العالم كله في كل مكان. بنقدم لهم كل التحية والتقدير. شكرا المنتخب المغربي. أروح مع حضراتكم دلوقتي لفقرتنا تصريح وتعليق. أبتدي معكم بأول التصريحات اللي خرجت من قبل المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي، واللي قال بعد الخسارة أمام فرنسا قدمنا وجها طيبا للكرة المغربية، لسنا بعيدين عن المستويات العالمية. أعرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن امتنانه بأداء لاعبي منتخب بلاده في المونديال رغم الهزيمة من فرنسا، وقال قدمنا أفضل ما لدينا، ولكن لدينا لاعبون مصابون، وكذلك يعني شفنا ما بين الشوطين كان في امور كتيره جدا مرينا بيها. سايس اثناء العمليات الاحمائيه ليس لدي ما اقول، لكن اللاعبين الذين قدموا ما بامكانهم بشكرهم، وعندما تقوم باقل خطا امام منتخب مثل فرنسا فانك تدفع الثمن غاليا. تابع في الشوط الثاني كنا الافضل، اتيحت لنا الفرص ولكننا لم نسجل، ثم جاء الهدف الثاني القاتل. سيكون الامر صعبا على المستوى الذهني وساعطي الفرصه لمن لم يشارك، وسنحاول ان ننهي مشوارنا بالحصول على المركز الثالث. أتم حديثه وقال المهم إن احنا قدمنا وجها طيبا، وأن الكرة موجودة في المغرب حتى نصل لهذا المستوى، ونحن لسنا بعيدين عن المستويات العالمية. كل الاحترام والتقدير للتصريحات المهمة دي. أول حاجة وليد الركراكي بيأكد على فكرة إنك أنت لما يكون في خطأ أمام منتخب كبير زي فرنسا صعب إنك أنت تتداركه أو ترجع،
وهتتكلف او يعني طول المباراه هتتعب وهيكون عندك مشقه شديده جدا انك انت تحاول تتدارك الخطا ده، وده اللي حدث مع المنتخب المغربي امام المنتخب الفرنسي. الحقيقه انه الكلام صحيح 100%، وكان صعب ان المنتخب المغربي يحاول، ولكن كان صعب بشده لان هم ابتدوا ان هم يدافعوا، ابتدوا ان هم يفكروا ان هم عايزين يحرزوا هدف تاني ويقتلوا المباراه تماما، وده اللي عملوه في الدقائق الاخيره من المباراه. الجانب الاخر فكره انك انت تحط اللاعب الجانب الذهني والجانب المعنوي والنفسي ليه ان هو يكون بينافس في المباراه القادمه بنفس المستوى بنفس الشغف والطموح، ده مهم جدا، وده مهمه المدير الفني. واعتقد كل من تحدث عن وليد الركراكي خلال الفتره اللي فاتت قال انه بيعرف يشتغل نفسيا جدا على اللعيبه، ودي من اهم مميزاته، وهو ده الجانب اللي لازم يطلع في الفتره دي. ده اهم جانب لازم المدير الفني يشتغل بيه على اللعيبه عشان يرجع لهم نفس الشغف والطموح مره ثانيه، عشان يقدروا يحققوا المركز الثالث عالميا، تكون احسن ثالث منتخب في العالم. دي كبيره قوي، دي كبيره قوي. فكره بقى ان هو يعتمد على اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك اساسي، اعتقد انه برضو في بعض الاحيان مش انسب حل. اعتقد الناس كلها هتكون عايزه انها تشوف المنتخب كامل صفوفه في نفس الشكل وبنفس الاسلوب، حتى لو في لعيبه خرجت من المشهد بسبب الاصابه، ولكن ما يتمش اراحه كل المنتخب بشكل كبير علشان يكونوا بينافسوا بنفس القوه وبنفس الشغف والحب على المركز الثالث باذن الله. بنتمنى لهم كل التوفيق ويكونوا ثالث العالم ان شاء الله. الديوك الفرنسية تحسم البطاقة الثانية في نهائي كأس العالم المحدد له يوم الأحد المقبل في النسخة 22 للعام 22 أو 2022. يتحدد البطل كأس العالم يوم الأحد المقبل في مواجهة نارية بين فرنسا والأرجنتين، بين إمبابي ورفاقه في مواجهة البرغوث النجم نجم مونديال 2022، نجم العالم ليونيل ميسي، اللي بيحمل على عاتقه حلم كبير للأرجنتين ولجماهير الأرجنتين ولشخصه كلاعب من أهم اللاعبين في تاريخ الأرجنتين بعد دييغو أرماندو مارادونا في تحقيق حلم الفوز بكأس العالم بالنسبة له للمرة الأولى، وبالنسبة للأرجنتين بعد طبعا ما قاد مارادونا الأسطورة الأرجنتين في 86 للحصول على مونديال كأس العالم في ذلك الوقت. المغرب ودع كأس العالم بشرف ومرفوع الرأس بكل نجوم المنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي المدير الفني، طبعا بعد الخسارة من فرنسا النهاردة بهدفين مقابل لا شيء. خلينا نشوف عندنا كابتن محمود. هبدأ معاك بالإنجاز اللي حققه المنتخب المغربي بالتأهل إلى نصف نهائي المونديال، لكن لم يستكمل هذا الإنجاز بالتأهل للمباراة النهائية، ولا إحنا كعرب يعني آخرنا أو اللي حققناه ده كان حلم كبير جدا ما ينفعش ان احنا نتخطى هذا الحلم الكبير؟ لا، في البدايه خليني اقول لك يا اسلام، منتخب المغرب عمل اعجاز او عمل انجاز كبير جدا، قضى على التمثيل المشرف للكره العربيه او الافريقيه في اي بطوله كبيره بتبقى مجمعه. لكن خليني اقول لك لا، المغرب عمل انجاز كبير جدا. ابتدينا نصدق يبقى احنا عندنا ان احنا بنناطح الفرق الكبيره، المنتخبات الكبيره. النهارده المغرب لما بيجي في بدايه كاس العالم بيلعب دوري المجموعات ما بيخشش فيها الا جون، بعد كده في الادوار اللي هي ال 16 والثمانيه والدور الاربعه بيلاعب فرق كبيره جدا كان مؤهله ان هي تاخد كاس العالم زي بلجيكا واسبانيا والبرتغال. لا، النهارده بنشوف فرقه المغرب فرقه كويسه، فرقه عندها شخصيه في الملعب، عندهم نجوم كتير جدا. ده اعجاز، وانا بقول مش هيتكرر الا لما بالتخطيط السليم يكون عندك لعيبه عندها ثقافه الفوز، ثقافه المكسب. دايما في لعيبه بتتحرك. لكن النهارده بتتفرج على الانجاز كبير. في اخطاء النهارده في مباراه فرنسا، لكن المغرب عملت انجاز بكل المقاييس يحسب
للمنتخب المغربي والمدير الفني وليد الركراكي ثم اللاعبين. يعني اللاعبين دول دخلوا التاريخ من اوسع ابوابهم. ان انت تعرف يا اسلام او الكباتن عارفين ان كاس العالم بيبقى للتاريخ. النهارده يذكر ان منتخب المغرب بقى في دور الاربعه. اتمنى ان كل المنتخبات العربيه او الافريقيه تحظو نفس اللي احنا شفناه. يمكن احنا كنا بنتفرج على كاس العالم دايما، انا بقول ان المستوى مش متقارب، لا المستوى متقارب بشكل كبير جدا. حتى كنا بنقول ان في لعيبه يعني في اصل سوري في منتخبات هتاخد كاس العالم، لكن اخذلتنا زي البرازيل زي انجلترا زي البرتغال. لكن واضح ان كره القدم يعني او كاس العالم الحاليه يعني قالت لك ان الكره ملهاش كبير. ده اللي احنا بنشوفه النهارده. فرنسا بمعايير مختلفة بمعايير او غير مختلفة. المبادئ اللي احنا متعودين عليها. لكن المغرب لا، المغرب فريق قوي، اتمنى الحفاظ عليه لان عندهم دول لعيبه كويسه جدا. النهارده بنشوف أناحي من اللعيبه كويسه جدا، بفندر او بليميكر كويس جدا، بنشوف نصيري لا بيظهر لعيبه كويسه. اتمنى الحفاظ عليها في الفتره اللي جايه المنتخب. تمام عبد الرحمن، نروح للكلام دوت والاسباب، لكن خلينا نروح طبعا زميلنا المتميز من الدوحه محمد الجزار. محمد برحب بيك وهارد لك لينا كلنا كعرب. يعني خساره فرنسا، خساره المغرب امام فرنسا، لكن طبعا المنتخب المغربي ودع المونديال مرفوع الراس وبشرف وباعجاز وانجاز لم يسبق له مثيل. محمد. سامعك يا اسلام. والله يعني الحقيقه وصلنا لليوم اللي بقينا زعلانين وبنبكي فيه ان احنا خسرنا من فرنسا بطلة العالم في نصف نهائي كاس العالم. بالظبط. يعني الحقيقه اي حد في الوضع الطبيعي قبل المباراه هيقول لك خلاص المباراه محسومه، فرنسا تدخل تكسب 3 4 5 مرتاح يعني. لكن الحقيقه النهارده اللي شفته في الاستاد واللي شفته من المنتخب المغربي طول ال 90 دقيقه وخصوصا في الشوط الثاني، لا حاجه ترفع الراس فعلا وحاجه تخليك فخور رغم النتيجه ورغم الخساره. من المرات القليله اللي اظن الناس تكون فيها، غالبيه الناس يعني تكون فيها مبسوطه رغم الخساره، لان الحقيقه منتخب مشرف، منتخب لعب برجوله، قاتل على فرصته حتى وان كان بيلعب في اكبر بطوله في العالم وبيلعب في نصف نهائي كاس العالم وقدام حوالي عن 70,000 متفرج، والمليارات مش هقول الملايين بيشوفوك خلف شاشات التلفزيون، والاصابات بتضربك قبل المباراه وخلال الشوط الاول رومان سايس ونصير مزراوي. لا الحقيقه اللي اي استوديوهات واي حد هيتكلم لازم نفضل نشيد بمنتخب المغرب ده لحد 4 سنين قدام، لحد لما تبدا كاس العالم اللي جاي. دي حقيقه. نعم دي حقيقه. وبالتاكيد يعني تغيير فكره تواجد المنتخبات العربيه والافريقيه في المونديال او في كاس العالم هتختلف، سواء بالنسبه للمسؤولين في الاتحاد الدولي او حتى بالنسبه للمنتخبات اللي هي القوى العظمى في العالم زي البرازيل والارجنتين وفرنسا. اعتقد ان الكره العربيه والافريقيه المنتخب المغربي قدم رساله مختلفه في المونديال الحالي. يا كابتن اسلام، دي رساله مش بس لا للفيفا ولا الاتحادات القاريه ولا الاتحادات المحليه، ده حتى للجماهير. بعد كده عشان تيجي اي مسؤول اتحاد او اي مدرب يجي يقول لك انا بس جاي عشان ااهلكم لكاس العالم ونعمل تمثيل مشرف، هيقول لك لا يا حبيبي، ده المغرب في قطر 2022 راحت بمدرب وطني بلاعيبه، يعني مش هقول مغمورين ولكن تشكيله من اللعيبه. يعني مثلا خليني اقول لك هداف التصفيات ايوب الكعبي، الراجل اللي كان عامل شغل كويس جدا في التصفيات، اصلا مش موجود مع المنتخب المغربي. دي مثلا واحده من الامثله. في لعيبه كتيره جدا، يوسف النصيري، لعيبه كتيره ما كانتش بتشارك بصفه اساسيه، حتى حكيم زياش وزكريا ابو خلال ففرقه جت يعني ما حدش كان مرشحها، ومش مثلا الفرقه اللي فيها النجوم هتقول لك مثلا حد بيلعب في ليفربول